عايزين تسيطروا على تشتت ابنكم او بنتكم اللي عندهم ADHD او على نفسكم لو انتوا كبار وعندكم ADHD، تعالوا اقول لكم ازاي. هما حاجتين، بلان وكونسيكونسز. بلان، مفيش حد هيمشي من غير بلان، فما بالكم اللي عنده تشتت انتباه اصلا. هو لو ما قامش من النوم وعارف هو هيعمل ايه النهارده مش هيعمله. فيا من بالليل يا اول ما يصحى يفضي دماغه كده ويكتب الحاجات اللي المفروض النهارده هيعملها. ولو احنا بنعمل كده مع اولادنا فكيب ات شورت كلير، خلي الموضوع كده صغير وقصير، ما تفضلش تكبر الموضوع. وكمان واضح، اطلب منه بالظبط انت عايز ايه وما تسيبش حاجه مبهمه. ومن اهم الحاجات اللي نعملها كمان ان احنا نشوف الاولويات. احنا الاي دي اتش دي ما عندناش اولويات، فانت بتحط الخطه وبتحط التو دو ليست. شوف اولوياتك وحاول تعلم ده لابنك من هو صغير. ايه اللي مستعجل دلوقتي ومهم لازم يتعمل فورا، هوم ورك معين او حاجه بكره هتتسلم، او حاجه مش مستعجله بس مهمه يبقى دي هتتعمل بعدين، او حاجه مش مستعجله ومش مهمه فحسب. يا ممكن نلغيها اصلا، دي ممكن تبقى عامله حمل علينا، او لو انا حد كبير فممكن اديليجيت ان حد غيري يعملها. ودي هتفضي دماغك قوي وهتحسسك بترتيب الاولويات، ودي زي ما بقول لكم مشكله عندنا.